السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن زكاة الفطر، ودي بمناسبة ان رمضان خلاص قرب يخلص. كل سنة وانتم طيبين. وبنهاية الصوم بيكون ده وقت زكاة الفطر اللي النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بيها. قال ابن عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين، وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. وعليه حدد العلماء ان بتكون الزكاة من غالب قوت اهل البلد، رز او فول او تمر زي ما ورد في الحديث. مبدئيا كده عايزين نعرف ايه هو الصاع. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، ده صاع، وبيسمى صاع المدينة لان النبي صلى الله عليه وسلم شرع الزكاة في المدينة. الصاع ده لو عايزين نعرف حجمه، احنا عبيناه ميه ولقينا ان هو بيحتوي على ما مقداره 3 كيلو و100 جرام. فاحنا اي وعاء عندنا يشيل 3 كيلو و100 جرام ميه نقدر نعتبره صاع المدينة. طيب الصاع ده احنا لما هنعبيه السلعه بتاعتنا سواء رز او فول مثلا، وزنها بيختلف. بيختلف، وده هنشوفه دلوقتي. فاحنا ما بنعتمدش على الوزن قد ما بنعتمد على الحجم. وبالتالي انت اي وعاء عندك تقدر تحط فيه 3 كيلو و100 جرام ميه ممكن تعتبره صاع اذا ما توفرش عندك صاع بالشكل ده. الصاع اللي معانا دوت ابعاده هيبقى عرض من فوق ومن تحت وارتفاع. زي ما عندنا صاع بالشكل ده ممكن يبقى عندنا اكتر من شكل للصاع. طيب عشان نقدر نتخيل مع بعض كيفية تعبئة الزكاة وازاي المعيار بتاعها، احنا جبنا رز وجبنا فول وهنبتدي نعبيهم في الصاع ونشوف الكمية في الاخر هتطلع قد ايه. وبكده يبقى احنا خلصنا الفول. وزي ما احنا شايفين كده، لو طلعنا فوق الصاع بحاجة بسيطة مش مشكلة، يعني نبقى ايه في حد الامان يعني. الحمد لله كده خلصنا تعبئة الزكاة بتاعتنا. نشوف بقى الرز بعد ما عبيناه في الصاع وزن معانا 3 كيلو. طيب الفول وزن قد ايه؟ وزن 3 كيلو 150 جرام. نستنتج من كده ان الموضوع مش ميزان، الموضوع حجم، سعة. وهي هنا السنة بقى التزام السعة اللي النبي صلى الله عليه وسلم حددها. فباختلاف السلعة بتاعتك هيختلف الميزان. حبيت تطلع رز يبقى انت اديك عرفت هتجيب الصاع تعملها رز، هتعبي هتحط فول هتحط شعير، يبقى انت عارف ايه هتعمل ايه. طيب امتى نطلع الزكاة؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم امر في الحديث: قبل الخروج الى الصلاة. يبقى انت عندك من بعد انتهاء الصيام اللي هو اخر يوم في رمضان لحد الخروج للصلاة. قبل الخروج للصلاة تخرج زكاتك في المكان اللي انت محدده، يبقى انت كده ايه قمت بزكاة الفطر. طب ممكن نطلعها قبلها بيوم او بيومين. في يعني رصد لابن عمر رضي الله عنه ان هو طلعها قبلها بيوم او بيومين، وبكده يبقى انت في سعه ان انت ممكن معاك من قبل رمضان بينتهي بيومين لحد قبل الصلاه، ده ميعاد خروج زكاه الفطر. بعد كده خلاص تبقى انت فاتتك الزكاه وتعتبر صدقه بقى والفرض فاتك يعني. فنبقى حريصين ان احنا دي المده اللي نلتزم فيها باخراج الزكاه. طب اللي ما يعرفش مصارف الزكاه نعرفها ازاي؟ ربنا ذكر ده في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. في نهاية حلقتنا أتمنى إن احنا نكون قدرنا نقدم المعلومة بشكل مبسط، ونشوفكم في حلقة جديدة من فلوج على الماشي.